بعد يكدلك العودة ويضمنها. يا شيخ والله زعلك اليوم مزعنا، والمهزلة والمهونة ما نواطنها. أبشر بنصر يشيد فوق ويبنى، بيدي رجال محكحك معادنها. ترجع لدارك وهذه من صمايلنا، خطوة وسطوة وتاريخ يدونها. ما دامعك الفهد لا يلحقك ظنه، بشايت الله كويتك لازم تسكنها. والقصر دسمان تجلس بو وتتهنى، لابد من فرحة تطفي غباينها. صدام لا تحسب ان الحرب يجهنا، حنا هل الحرب والكلمة مبرهنها. بل غش النذل والخدعة مباطننا، تطوي سيورك على الفتنة وتدهنها. بمعاملات اليهود أثرك تعاملنا، تطمع بجارتك يا الخاين وتطعنها. سلبا سويت هاك العرض غابنا، أعمال سول لك الشيطان زينها. مخزي ومذنب ولا تقدر تقابلنا، تجمع فرايسك الحصني وتدفنها. صبحك معروفنا ومسيت خايننا، بغداد تلعنك يا الفاجر وتلعنها. جاني وفي المجتمع منبوذ ومجنة، شعبك بري منك والنخوة بري منها. كفك ملطخ بدم الشعب ومحنة، ما عاد تنظف يمينك لو تصوبنها. بعد مرور أكثر من 20 يوما على الغزو العراقي لدولة الكويت، أصبح الرئيس العراقي معزولا عن العالم، وباستثناء الملك حسين وقلة قليلة من القادة العرب كان العالم كله يقف ضد صدام حسين وأفعاله المنافية للقانون الدولي. فالقوات العراقية ما زالت تمارس أبشع الممارسات العدوانية في الكويت، ومئات الآلاف من الأجانب يفرون إلى الحدود الأردنية التي اكتظت بالوافدين، مما اضطر الأردن إلى إغلاقها في وجه الهاربين من البطش العراقي الذين بقيوا في الصحراء دون ملاذ أو مأكل أو مشرب. We're not blaming anybody, we're just victims of the war, no? I have high hopes. But what about those people who have less, fighting spirit? وإضافة لذلك فإن قضية الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم السلطات العراقية شكلت أكبر تحد للمجتمع الدولي والدول الغربية بصفة خاصة، وفي الوقت نفسه كانت وسيلة ضغط شعبي على حكومات الدول الغربية من أجل الإسراع في القيام بعمل لتخليص العالم كله من ممارسات الرئيس العراقي المتراكمة. ولذلك تسارعت الأمور باتجاه خيار القوة لإرغام العراق على الاستجابة لمطالب العالم. في هذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح مركز التجنيد والتدريب للراغبين في التطوع للدفاع عن الوطن ومقدساته. وعقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في جدة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتنسيق التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات الدفاعية وكذلك الوضع العسكري الراهن في المنطقة. وصعدت المقاومة الكويتية هجماتها ضد قوات الاحتلال العراقي وكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، فيما نددت المعارضة العراقية بالرئيس صدام حسين ووصفته بالطاغية وحملته مسؤولية الوجود الأجنبي في الخليج ودعت إلى الإطاحة به في أقرب وقت. وقال وزير الدفاع المصري الفريق أول يوسف صبري أبو طالب إن القوات المصرية التي أرسلت لمساندة المملكة العربية السعودية لن تؤثر في الأمن القومي المصري وأن مهمتها دفاعية. كانت نغمة الحرب في منطقة الخليج تتصاعد، وكان العراق باستفزازاته المتواصلة يعمل على تأجيج نارها. وقالت مصادر رسمية في وزارة الدفاع الأمريكية إن العراق يواصل تعزيز حشوده العسكرية على الحدود السعودية، وإنه قام بنقل بعض صواريخه البعيدة المدى إلى مواقع قريبة من المملكة العربية السعودية. فيما قالت مصادر عسكرية أوروبية إن العراق قام بتلغيم المنشآت الحيوية المهمة في الكويت
ومن بينها محطات توليد الطاقة والموانئ وآبار البترول استعدادا للعمل العسكري. وذكرت المصادر أن العراق بدأ في نصب صواريخ بر بحر صينية الصنع من طراز سيلك وورم في الأراضي الكويتية لضرب القطع البحرية الغربية في الخليج. كانت جميع المؤشرات تدل على أن العالم مصمم على إرغام العراق على الانسحاب من الكويت سلما أو حربا. وأمام تصلب الموقف العراقي أصبح الخيار العسكري وشيكا، فقد واصل ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشاوراتهم في محاولة للاتفاق على صيغة معدلة ومنقحة لمشروع قرار أمريكي يطالب المجلس بتفويض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستخدام الحد الأدنى من القوة العسكرية لغرض تنفيذ العقوبات. وكان العراق يعتقد أن مجلس الأمن لن يجيز استخدام القوة ضده اعتمادا على علاقاته مع بعض الدول الدائمة العضوية في المجلس مثل فرنسا والاتحاد السوفيتي والصين. غير أن الدول الثلاث أكدت في هذا اليوم على ثبات موقفها الداعي إلى انسحاب القوات العراقية من الكويت وعودة الحكومة الشرعية إليها. وقال وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إن العالم لن يسمح للعراق بضم الكويت إلى الأبد. فيما أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني لي بينغ في بكين أن الصين لن تعيق صدور قرار لمجلس الأمن يتيح استخدام القوة العسكرية من أجل تطبيق العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزوها الكويت. فيما رأت موسكو الاستمرار في الجهود السلمية قبل اللجوء إلى العمل العسكري، لكنها طالبت العراق بقبول قرارات مجلس الأمن ووصفت غزوه للكويت بأنه أكبر هدية قدمها صدام حسين لإسرائيل. وجددت بريطانيا تأكيدها على ضرورة إجبار العراق على الانسحاب من الكويت. وأكد وزير الدفاع البريطاني توم كينغ أن وجود الرهائن الغربيين في العراق والكويت لن يكون حائلا دون وضع حد للعدوان العراقي. وبدأت واشنطن استعداداتها للقيام بعمل عسكري ينهي أزمة الخليج. واجتمع الرئيس بوش مع وزير دفاعه ريتشارد تشيني واستعرض معه الخيارات والبدائل المطروحة في حال فشل الوصول إلى حل سلمي لأزمة الخليج. فيما تحدثت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأمريكية عن احتمال توجيه ضربات وقائية ضد العراق قريبا إذا لم يطلق سراح الرعايا الأجانب. وأعلن الرئيس بوش أن بلاده لديها القدرة التي تمكنها من اتخاذ إجراءات عسكرية لفرض العقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد العراق بالقوة. وقال إن النزاع في الخليج هو نزاع بين العراق ودول العالم أجمع، مؤكدا أن قوات 22 دولة في العالم تتواجد الآن في الخليج لإجبار العراق على سحب قواته من الكويت. وهكذا وجد الرئيس العراقي صدام حسين نفسه أمام العالم كله في مواجهة وشيكة يدرك تماما أنها لن تكون في صالحه مهما كانت الظروف.